بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. يلا بينا بقى نعمل صينية البطاطس بالفراخ الجبارة اللي هتغير مفهوم صينية البطاطس. يعني انت لو ولادك ما بيحبوش البطاطس بالطريقة دي هياكلوها وهيطلبوها منك كل يوم، لانها بجد طعمها تحفة وغير مفهوم صينية البطاطس خالص، يعني اللي احنا متعودين عليها بصلصة وكده. لا، الصينية دي الكل هيطلبها منك بصراحة، لان هي طعمها جميل وحلوة يعني بجد وكريمية وطعمها تحفة بصراحة. يلا بينا نقول بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف مقاديرنا. معايا هنا حوالي يعني من 400 ل 500 جرام من صدور الفراخ. انا مقطعاها مكعبات بالشكل ده. هبتدي بقى اتبلها. معايا نص معلقه من التوم باودر، نص معلقه بصل باودر، نص معلقه بابريكا، ربع معلقه من الحبهان المطحون. هتبلهم بالشكل ده كده، وهحط عليهم معلقتين من الزيت، وهسيبهم كده لمدة حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. الخطوة دي مهمة جدا، غير لما انت بتحطي الفراخ على النار وتنزلي عليها بالتوابل. الفراخ ما بتشربش التوابل، انما الخطوة دي مهمة جدا. هنا بقى معايا كيلو من البطاطس متقطع بالشكل ده كده، اللي هو ولا رقيق للشيبسي ولا تخين انك انت هتعملي صينية بطاطس مسبكة، لا، وسط كده. وهبتدي احمر انزل في الزيت كده بالبطاطس. هعملهم نص تحميرة، يعني حوالي 4 دقايق بالظبط. انا عايزاها تبقى نص تحميرة، مش متحمرة على الاخر. زي ما انتوا شايفين كده هنا، بعد 4 دقايق بقت بالشكل ده كده. تقدري تقلبي فيهم 3 4 معالق زيت وتفردوهم في صينية وتدخلوهم تحت الشواية يتشووا لو انت مش عايزاها مقلية. زي ما انتوا شايفين كده بعمل عملتهم على 3 مرات، عشان طبعا ما ينفعش احط البطاطس كلها مرة واحدة. وهنا بقى معايا طاسة على النار فيها معلقة كبيرة من السمنة. هنزل فيها هسيب السمنة تقدح كده شوية، وهنزل عليها بالفراخ. هديها صدمة كده وهسيبها، مش هحركها خالص عشان هي دلوقتي هتلاقيها لازقة، فانا مش هحركها غير لما ايه تاخد صدمة كويسة كده، وابتدي بقى ايه اقلب فيها. زي ما انتوا شايفين كده. بعد دقيقة كده بقت خلاص بدأت تتشوح كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين هحط لها فلفل اسود، نص معلقة صغيرة كده من الفلفل الاسود. ومعايا كمان بصلاية كبيرة كده متقطعة قطع رفيعة بس كبيرة شوية، يعني مش تخينة، هي رفيعة بس متقطعة طويلة شوية، مش بصل مفروم ناعم لا. او لو مفروم ناعم مش مشكلة، مش هيأثر يعني. اديته تشويحة كده البصلاية، اديتها تشويحة مع الفراخ. وبعدين معايا هنا جزرية مبشورة. انا مزودة الجزر، تقدري ما تحطيش جزر، بس الجزر انت كده بتزودي القيمة الغذائية بتاعة الوصفة. يعني ايه لما تدخلي فيها خضار كتير كده انت بتزودي القيمة الغذائية بتاعتها. وحطيت لها ملح، لان طبعا ما كنتش ملحتها، ما ملحتهاش غير لما استوت. ومعايا هنا بقى فلفل الوان احمر واخضر واصفر، هحطه يتقلب بالشكل ده كده. كده هي يبقى فيها وصفة فيها كل العناصر الغذائية، يعني فيها الفراخ وفيها البطاطس وفيها الجزر وفيها الفلفل. فهي كده بصراحة فيها كل العناصر. وهنحط لها كمان جبنة. هنا كده بعد ما اتشوحت كده والمية نشفت منها، هنزل عليهم بطماطمية كبيرة متقطعة رفيع جدا، يعني متقطعة صغير، متقطعة صغير، يعني صغير قوي، شبه المفروم كده. وهنا كده انا جبت بايركس او صينية المتوفر عندك.
هحط كده معلقتين 3 كده كبار من اللي هما بتوع الغرف كده من الفراخ بالخضار كده. وهبتدي ارص البطاطس. ما ترصيش البطاطس في القعر، يعني ممكن تقولي طب ما انا ادهن الصينيه وانزل بالبطاطس، لا البطاطس هتلزق منك في الصينيه. فالخطوه دي انك انت تحطي من تحت فراخ بتخلي الطبق جوسي كده، او بتخلي الصينيه جوسي، وفي نفس الوقت ما بتلزقش البطاطس في الصينيه. هنا كده طبعا البطاطس مش متملحه ومفيش عليها اي ملح. حطيت عليها بصل بودر وتوم بودر وبابريكا ونص معلقه ملح. وهبتدي بقى ايه ابهر البطاطس كده زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بهرتها معايا بقى هنا جبن مشكله. تقدري تستخدمي اي نوع جبنه، مش شرط ميكس جبن، يعني تقدري تستخدمي تركي، تقدري تستخدمي موتزاريلا. يعني لو موتزاريلا بس تبقى احسن، او تركي او اي جبن عندك. تقدري تستخدمي شيدر بس، المتوفر عندك استخدميه. انا كان متوفر عندي اللي هو الميكس الجبن ده. فببتدي كل حطيت طبقه بطاطس وحطيت عليها رشه من الجبنه، وبرده حطيت خلطه الفراخ دي وحطيت عليها رشه من الجبنه. وهبتدي ارص طبقه البطاطس التانية. الطريقه سهله جدا. وما ننساش بقى ايه الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا بقى حطيت برضو بهرت كده طبقة البطاطس التانية، وحطيت عليها برضو رشة من الجبنة. هنا بقى معايا ايه، معايا كسرولة كده على النار، حطيت فيها معلقتين من السمنة، وهنزل عليهم بمعلقتين كمان من الدقيق. هحمرهم كده وهدوم تشويحة كده لمدة دقيقة كده ولا حاجة على نار هادية كده، علشان اعمل طبقة من البشاميل. ونزلت عليهم بكوبايتين من اللبن اللي هو الحليب يعني. هقلبهم كده مع بعض كده لحد ما الخليط يتقل معايا كده. وحطيت له رشة من الملح، حوالي ربع معلقة من الملح كده، ربع معلقة صغيرة من الملح. وهبشر عليه بشرة كده من جوز الطيب. كده انا عملت معايا البشاميل. طبعا انت بتشوفيه برضو لو احتاج منك ربع كوباية لبن ولا حاجة. انت برضو ايه، احنا عايزين القوام كريمي كده وسايل. بفضل اقلب فيه كده لحد ما يبتدي يغلي. اول ما يبتدي يغلي خلاص انا بطفي النار كده، يبقى البشاميل بتاعي استوى. زي ما انتوا شايفين كده هو كده بقى تمام وكريمي كده معايا وزي الفل، ولا مكلكع ولا حاجة. ومعايا هنا برضو هحط له بقية الجبنة اللي معايا، حوالي 4-5 معالق كده من الجبنة. بس لو هتستخدمي جبنة موتزاريلا ما تحطهاش في البشاميل، يعني حطي البشاميل وحطي الجبنة على وشها. هنا كده نزلت عليها بالخليط. وطبعا انا مشغله الفرن دلوقتي، مشغلاه على درجة حرارة وسط، او حوالي 200 كده. طبعا هدخله، هي بتاخد معايا حوالي تلت ساعة. بحطها على الرف اللي في النص تلت ساعة، وبعد كده بشغلها الشواية لمدة 10 دقايق او 5 دقايق لحد ما تحمر. تبقى معايا كده في خلال 25 دقيقة، نص ساعة بالكتير، بتكون طلعت من الفرن. يعني انا بتعامل معاها زي ممكن زي صينيه المكرونه البشاميل كده بالظبط. بحطها مثلا تلت ساعه كده على الرف اللي في النص، وبعدين اشغلها الشوايه لمده 5 او 10 دقايق لحد ما وشها يحمر. وبتبقى معايا بالطريقه دي كده وسهله. وتقدري تقدميها، عايزه تاكلها بعيش تقدري تاكلها بعيش، عايزه تاكلها كده بس زي البشاميل كده وتعملي جنبها سلطه ماشي، عايزه تاكلها جنب رز مثلا تعملي رز مبهر، تعملي رز بشعريه.
اللي تحبي تاكليها بيه تاكليها بيه، هي بصراحة تحفة تتاكل لوحدها كده بصراحة، مش عايزة حاجة جنبها. وما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام. ولو انتم مش مشتركين بقى في القناة، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب الفيديو يكون عجبكم وما تنسوش بقى تعليقاتكم الحلوة و... وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.